الصداع برمضان وخصوصا أول أيام، شنو أسبابه وشنو الحلول؟ أول وأشهر سبب للصداع برمضان الأعراض الانسحابية. يعني أنت متعود تاكل كمية معينة من الطعام وتشرب في أوقات معينة من الماء، كل هذا لغى فجأة واستبدلته بصيام. بالنسبة حق جسمك مو متعود على السيستم الجديد اللي أنت قاعد تسويه حق جسمك اللي هو الصيام، فجسمك يقرأ على أنها إشارة إنذار أن في شيء غلط. شلون يعطيك الإشارة؟ انه يخليك تصدع. طيب هل الاعراض الانسحابيه هي الوحيده اللي تسبب لك صداع برمضان؟ لا. سجل عندك كثره التفكير وخصوصا مع عدم وجود مصدر للطاقه او مصدر للاكل يسبب لك صداع قوي يسمونه الصداع التوتري. قله شرب الماء بحد ذاتها وخصوصا على فترات طويله مثل اللي قاعد يصير معاك بالصيام ايضا تسبب لك صداع. عدم تناول الطعام لفترات بعيدة مثل اللي قاعد تسويه أثناء الصيام أيضا يسبب لك صداع. كثرة مشاهدة الجوال أو التلفون خلال فترة الصيام، ما عندك شغل مجابل التلفون فترة طويلة، أيضا هذا الشيء بحد ذاته يسبب لك صداع. مشاكل النوم كلها تؤدي إلى الصداع. قلة النوم، عدم الوصول إلى النوم العميق، التفكير أثناء النوم، النوم المتقطع، كل مشاكل النوم مصيرها شنو؟ صداع. تخيل معاي إذا اجتمع عندك أكثر من مصدر للصداع أثناء الشهر الفضيل وأثناء صيامك، فتوقع أن يحوشك مو بس صداع، صداع وقوي بعد. ني الحين على شنو الحلول لجميع أنواع الصداع اللي ذكرناها بهالفيديو. أول شيء من اليوم حاول تأخر أول وجبة تاكلها باليوم، نام عدل وشوف الجوال بس مو 24 ساعة، وقلل من التوتر أو حاول تتحكم فيه. رمضان حاول تقلل كمية الأكل واحرص على شرب كفايتك من الماء وبس. واضح.